سلام. هنايا البنات كما كتشوفوا غادي نخلط الحنه. درت السكر. هنا عندي السكر مخلط مع سنيده، وغندير الحنه ديال التزارين هي اللي غادي نخدم بها. انا كنشدها كنغربلها. راه وريتكم بزاف الفيديوهات كيفاش كنغربلها. المهم كنغربلها وكنديرها في المويكه، وغادي نخلطها بالدوليوت الاطلس هذا ديال ليطرو. هو هذا. المهم والماء سخون. دابا غادي نديرها بالماء سخون، حيت شي مرات كنخلطها بالماء بارد عادي. يعني كل مره كنعطيكم تخليطه، ولكن كاع التخليطات كنخدم بهم كيعطيو لون زوين يعني الحنه. المهم غندير شويه الحنه هنايا ونرجع لكم. المهم هنا درت الكميه ديال الحنه. السكر الا بغيتو تكثروها البنات كثروه، انا ما كيعجبنيش نكثرو في الحنه. وشي مرات كندير الملحه، يعني على حسب الاختيار. الا كان عندك نقش يعني هي الملحه مزيانه، والسكر حتى هو مزيان. السكر كيطلق الخيط، يعني كيخلي لك الحنه ملصقه، والملحه يعني كتخلي لك الحنه شويه كتبقى لك حرشه، باش ما كيبقاش داك الخيط تابعك انت كتنقشي وهو تابعك. المهم هذه هنايا غادي نخلطها بالماء سخون هو الاول. راه طايب، هانتوما راكم شفتوا الفوار كي كيطلع. مع دابا البرد، يعني انا التخليطه اللي كندير لكم بالماء بارد كنديرها في الصيف. كيكون الجو سخون، يعني الحنه كتكون سخونه ما كتحتاجش. اما دابا ضروري خصك تسخني الحنه باش المهم غادي نخلطها وغادي نخليها قاصحه، ما تجريوهاش من اول التخليط. يعني الا كنتو غديروها الطريقه ضروري تبقى الحنه قاصحه. المهم غادي نخلطها. نتوما شفتوا الكميه اللي درت ديال الماء، ولكن ضروري تبقى قاصحه كما شفتوا. يعني انا خليتها قاصحه هكا باش غادي نخليها ترتاح بيد ما نوجد حويجاتي ونلبس ونقاد الامور ديالي. وديك الساعات غادي نكملها تخلط. غنزيد لها ديك الساعه الدوليو نيت كيكون هذا الماء برد، حيت هو الدوليو ما خصكش تزيديه على حنه وهي سخونه. يعني انت دايره فيها الماء سخون ما تزيديش عليها. هانتوما راه كتشوفوها قاصحه، مازال ما مطلوقاش. يعني غنخليها دابا ترتاح، غنغطيها بواحد البلاستيكه وغادي نخليها ترتاح. من بعد غادي نجي عاد غادي نزيد الدوليو. هانتوما درت البلاستيكه ولصقتها على الحنه هكا باش كترتاح اكثر وكتعرق وصافي، يعني تطلق لك الحنه مزيان باش تخرجي ان شاء الله. المهم دابا غادي نمشي نلبس حويجاتي ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هانتوما البنات من بعد ما رجعت لها، يعني ارتاحت مزيان حتى بردات شويه. يعني راه خليتها مشيت لبست حويجاتي وبقيت دير داكشي اللي غادي ندير معايا. دابا نوريكم كلشي. هانتوما كما كتشوفوا الحنه يعني قاصحه. نعاود نخلطها غير شي شويه. عرفتوا علاش خليتها قاصحه؟ باش يبقى لي فين ندخل فيها الدوليو. يعني الا درتوها من الاول جاريه ما غاديش يدخل لكم فيها الدوليو، وغادي تزيد تجرى اكثر من القياس ما تعرفوش تخدموا بها. دابا غادي نزيد الدوليو. انا الصراحه ما كنعبرش، كنشوف عيني ميزاني، يعني على حسب الكليانه وداكشي. يعني كاينه اللي كتقول لك ما ديريليش الدوليو بزاف، كاينه اللي كتقول لك لا بغيتو بزاف، كل وحده وشنو. المهم نبقى ندخلو فيها بشويه بشويه. انا الصراحه كتعجبني الطريقه الاولى في التخلاط اللي كنت وريتكم قبل. يعني كديري الدوليو في الاول كيدخل لك بالزربه مع الحنه وداكشي، اما هذاك شويه كيبقى يتعكس لك، ولكن ماشي مشكل نديرو مع الخاطر. بهاد الطريقه خاصكم مع شويه د الخاطر ضروري. غتشوفوا كيتجمع هكا معليش راه غادي نزيدو لها الماء. بالنسبه للماء اللي غنزيد هنا من بعد الدوليو ضروري يكون بارد، لان كيف قلت لكم الا درتو الدوليو مع الماء سخون راه ما كتخرجش الحنه بصفه نهائيه. انا بالتجربه ديالي يعني فاش كندير الحنه وكنبغي زعما نزرب عليها كنديرها والماء باقي سخون، فما كتخرجليش وما كتعطينيش اللون اللي انا باغا. من الاحسن دخلوا لها الماء شويه بشويه ويكون بارد. وهي اصلا غتلقات يعني من درنا لها في الاول الماء سخون صافي كيطلقها. ومع فاش كيكون الجو بارد ضروري خاص يكون الماء سخون، لان باش كتطلق. وكما كتعرفوا يعني دابا الحنه ديال البرد كتكون بارده ما كتخرجش، ماشي بحال الحنه ديال الصيف كتكون سخونه. غير كديريها واخا تخلطيها باش ما خلطتيها كتخرج يعني ضروري الدوليو، ولكن واخا تخلطيها بالماء بارد كتخرج الصراحه زوينه. المهم كاين جوج ديال الطرق، يا اما تسبقي الدوليو يا اما هكا تبقاي تزيديه من بعد شويه بشويه
حتى تشوفي الكميه اللي مناسبه كنتي بالنسبه لك. راه غتسولي الكليانه واش تبغي الدوليو كتير ولا تبغي قليل. بالنسبه منا تعرفي راه عينك ميزانك، يعني انت تزيدي القياس ديالك وما تكثريش فيها الدوليو لانها غتبقى توحل لك في الشوكه، لان كيبقى يتصفى داك الدوليو بوحدو وكتبقى الحنه بوحدها، كيدير بحال الشكل ديال ليسونس. يعني الدوليو كيبقى بوحدو والحنه كتبقى بوحدها فاش كتبغي تبركي على الشوكه. يا اما كيخرج الدوليو هكا كيسيح فوق النقشه وكيضيعها، يا اما شحال من مره كتوقع لي. دابا انا كنقول لكم الاخطاء اللي كنديرهم انا وما كنبغيش زعما البنات اخرين يديروهم. من ضمن الاخطاء هما هادو، يعني فاش كتكثري لها الدوليو اكثر من القياس فكيبقى يخرج لك بوحدو والحنه بوحديتها الشوكه بحال كتقصاح لكم شويه. نبقى ندخل فيها الماء شويه بشويه حتى تطلق لي. وراكم تشوفوا يعني الحجم ديال الحنه كيتزاد كل ما زدتي الماء وطلقتيها مزيان كيتزاد الحجم د الحنه. هنا كما كتشوفوا الحنه القوام ديالها يعني راه طلقات، ها مطلوقه مزيان. هاد المرحله كتبغي شويه الصبر وتخدموها مزيان وتعطيوها الخاطر. غنجيب كاس بحال هكا وغنجيب التقشيره ديال البانوس وندخلها في الكاس وغادي نحيد لها هاد. غنصفي انا شويه بشويه، ما غاديش نصفيها كامله بدقه. لان الا جيت نصفيها كامله بدقه غادي تعذبني. نخلي هادشي من بعد. غادي نجيب بلاستيكه هي اللي غادي نصفي، نديرها بحال هكا. هاد المرحله ديال فاش كتبغي تعصري الحنه كتبغي حتى شويه ديال المجهود يعني العضلي كتبغي تكوني لاعبه الحديد، ولكن الصراحه دغيا ملي كتكون عندك الحنه مطلوقه يعني مجرياها شويه طلقاها كتكون سهله باش انك دغيا تجبدي ديك الليبه. على عكس الا كنتي مقصحاها يعني كانت الحنه عندك قاصحه ما كتبغيش تجبد بالزربه ديك الليبه وكتبغيك يعني ديري واحد المجهود اكثر من اللازم. داكشي علاش من الاحسن يعني تلقيها مزيان خصوصا الا كنتي تخدمي براس رباط. نزيد نصفي داكشي اللي بقى ليا. هنايا غنرمي داكشي اللي بقى لي في الليبه لان ما يمكنليش نصفي شي على شي. تقدر تطرطق ويدوز لي داكشي كامل اللي صفيته في الاول. من الاحسن تحيدو داكشي اللي تحيد من التصفيه الاولى وعاد تصفيو المره الثانيه. هنا ضروري ما نخلي حتى حاجه بزلافه وغادي نعاود نصفي بنفس الطريقه. يعني نتوما كتشوفوا الفيديو راه شرح نفسه بنفسه. كنتمنى يكون واضح، والى عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم ومرحبا بكم. صافي هذه هي الحنه. وبالنسبه للبنات اللي اول مره يبداو يعني يخرجوا ينقشوا للناس وداكشي، المهم غادي نقول لكم بعض الاخطاء اللي كنديرهم اللي طحت فيهم، يعني ما بغيكمش الصراحه نتوما تطيحوا فيهم. بحال دابا هكا الحنه يعني حتى تعيطي للكليانه ترصي معاها شنو غدير في النقش، واش خفيف واش حامر واش غتحتاجي الحنه بزاف ولا شويه. يعني ماشي كل مره تخلطي بزاف وتديه معاك وفي الاخر ترميها ولا ما تحتاجيهاش. زائد انها تسوليها شحال من الناس غينقشوا معاها، واش كاين الناس كثار ولا قلال، يعني باش دير القياس ديالك. بالنسبه لهنايا راني كنديرها انايا في بلاستيكه، من بعد كنديرها في ديك الطاسه كما كتشوفوا. وكندي معايا ضروري البنات ديو معاكم شوكات زايدين، لان داك الشوكات الدجاج ما كتضمنيهاش، تقدر تطرطق تقدر تهرس تقدر طيح لك كتفلت في جليج ولا يعني ما ضمناهاش. انا عندي ضروري وحده باش كنخدم وحده اللي كندي معايا وجوج ديال البلاستيك احتياطا. وكنزيد ندي الحنه غبره والدولي في قريعه صغيره ضروري ضروري. هنايا البنات هذا وسطك اللي كندير فيه الماتريال ديالي لداخل. ما كنسيش طبعا البسطان ضروري تدي فيه الصريف. وكندي معايا بحال دابا الا كنت عروسه غادي ندي معايا قفطان بالشد ديالو، يعني الا بغاتني نلبسو هكايا حداها حتى هو غادي نديرو في الصاك. صافي انا درت هذاك الشيء اللي قلت لكم فيه الدوليو وداك الحنه وهذه وقفيطين ديالي. فهاد الجويب كندير البرا وداك الشيء اللي صغير غادي نحتاجو، وطبعا غندير التليفون ديالي باش غادي نصور. وهكا كيجي الصويك زويون وانيق. المهم دابا غادي نلبس حويجاتي ومن بعد نتلاقاو.
وهنايا فاش وصلت عند العروسة يعني ما لبستش لان ما كانوش الناس بزاف، زائد ما كانش التصوير فما لبستش، وكان البرد الصراحة بزاف داكشي علاش ما صلحليش نلبس شي قفطان ولا صافي. يعني نقشت هكا مرتاحة، وتا العروسة يعني ما حكراتش ولا يعني كاينه عروسة اللي كتقول لك لا ضروري تلبسي شي حاجة بلدية لان كتكون الكاميرا كيكون المصور الى اخره. النصيحة الثانية البنات اللي نقدر نقول لكم هي فاش تكوني جالسة كتنقشي العروسة خدي البوزيسيون يعني الجلسة اللي نتي مرتاحة فيها اكثر، لانك نتي اللي خصك تكوني مرتاحة. ارتاحي يعني في الجلسة ديالك، ظهرك ما يكونش عوج، ما تكونيش حانية بزاف يعني باش ظهرك ما يتعوجلكش من تسالي النقش، خصوصا هاد الفاسي يعني كيشد اليد. زائد تكون قريبة لك اليد العروسة، يعني تكوني نتي فوق منها ماشي يد عالية عليك، ما غتوصليلهاش وغتعذبي بزاف. وبالنسبة للرجلين يعني تكوني جالسة من الأحسن تكوني جالسة على شي كرسي حاضر ماشي كرسي عالي وتحنيلها على رجليها، فانتي اللي غادي تعذبي وظهرك غادي يمرض ليك مع المدة. اللهم تكوني نتي حانية يعني جالسة في كرسي حاضر وظهرك مستقيم مع الرجل، والرجل ديريها فوق الركبة. انا هنايا يعني نقشت غير اليدين، ما صلحليش نصور لكم يعني ما كانش غاد نقش الرجلين، ما نقشاتهمش يعني درت غير اليدين، فما صورت لكمش يعني الرجلين كيفاش كندير لهم. فانا دائما كتكون الرجل يعني رجل عاليه عليا، يعني كتكون الرجل ديال العروسه او السيده اللي غنقش لها تكون فوق الركبه ديالي، كتكوني مفرشه طبعا شي حاجه فوق حويجاتك، ودايره اللي قد ديالك ضروري لانك كتعرفي الرجلين ما كتعرفيش رجلين من غتنقشي والى اخره. يعني الاحتياط واجب، تكون فوق الركبه وانتي شاده يعني انتي متحكمه في الرجل، وتخدمي واحد الاتجاه عاد من بعد دوري الاتجاه الثاني باش ما تعذبيش وما تعذبيش ديك السيده اللي كتكوني كتنقشي لها. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايك واشتراك في القناه، وبسلام عليكم.